إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معشر الأحبة الكرام، فإن لذة العبادة وصبر النفس على طاعة ربها هي السعادة المحققة التي ينشرح الصدر لها، وهي الحلاوة التي يلين القلب بها ويذوق المؤمن الصادق طعمها. فإذا أتم المصلي في آخر اليوم خمسة أحس برهبة عظيمة تغمر نفسه، وإذا وضع زكاته في يد مستحقها فرح بإخراجها، إذ هي برهان على صدق النفس وإيمانها. بالحديث الصدقة برهان، أي دليل على صدق صاحبها. وإذا أفطر الصائم من صومه فرح بفطره واحتسب الفرح الأكبر يوم يلقى ربه. وإذا قضى المسلم حجته أو عمرته فلا تسل عن عظيم عبرته وفرحته، وهكذا سائر العبادات والطاعات. وقد نوع الله جل وعلا بحكمته العبادات وغاير بينها ليحصل الابتلاء بامتثالها كلها على اختلاف انواعها وتباينها. فان الناس منهم السخي بماله، المتثاقل العلي ببدنه، ومنهم النشيط ببدنه الشحيح بماله، ومنهم السابق الى الخير بماله وبدنه، ومنهم من جمع بين الجبن والبخل والعجز والكسل عياذا بالله. والنظر في أركان الإسلام يرى حكمة الله في مغايرة هذه الأحكام. فكما أن الصلاة والصيام عبادات بدنية، فإن الزكاة عبادة مالية. وفي كل عبادة بلاء من الله لعباده المؤمنين، إما بترك مألوف للنفس محبوبا أو ببذله وإخراجه وهو مرغوبا. وما فرضت العبادات فرضها ونفلها إلا لحكم عظيمة يعجز المسلم عن عدها وحدها. وحديثنا في هذا الشهر المبارك شهر الله المحرم عن شيء من حكم الزكاة وأسرارها، نفعنا الله والمسلمين بها. الزكاة إخوة الإيمان عبادة مالية حولية عظيمة القدر وخيرة النفع، تقي النفس البشرية شحها وتظهر صدقها مع بارئها، وتطهر بإخراجها الغني والفقير والأموال والمجتمعات كلها. قال الحق جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي طهارة لنفس الغني المزكي من الشح والبخل ومن التعلق الزائد بالدنيا وحطامها، وطهارة لنفس الفقير من الحسد والغل الذي يكون عادة في قلبه على إخوانه الأغنياء، وطهارة للمال مما قد يشوبه من معاملات محرمة أو مكاسب مشتبهة لا يكاد يسلم مسلم منها. فهي زكاة ونماء للمال تضاعفه وتزيده، وإن كانت في الظاهر إنقاص منه، كما أن الربا نقص من المال ومحو لبركته، وإن كان في الظاهر زيادة له. قال الحق جل وعلا: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. بل هي طهارة للمجتمعات كلها، اي والله، بإخراج هذه الزكوات الواجبة والصدقات المستحبة طهارة لمجتمعات المسلمين من الجرائم والمنكرات والفواحش والآفات، أعاذنا الله والمسلمين من شرها. فجرائم السرقة والنهب والصوت التي نسمع كل يوم بها وتطالعنا الأخبار كل يوم بها، أكثرها يحمل عليها ضعف الدين مع شدة الفقر وعظم الحاجة. ومن المرابع والمطلقات عباد الله ممن لا يجدن قيما يعولهم ولا سندا لهن في هذه الحياة، منهن من تخشى على أبنائها الصغار الضياع ولا تجد أخذا يكفي لإطعامهم
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا في من كان قبلنا فقال فخرج بزكاته بينا فوضعها خطأ في يد سارق فعجب الناس وأصبحوا يتحدثون ويقولون تصدق الليلة على سارق فعزم هذا المزكي على قضائها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فخرج بزكاته فوضعها في يد زانية فعجب الناس وأصبحوا يتحدثون يقولون تصدق الليلة على زانية. وذكر تمام الحديث وفي تمامه قال عليه الصلاة والسلام فأتاه آتٍ أي هذا المزكي جاءه ملك من ربه فقال أما صدقتك فقد قبلت وأما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف بالصدقة عن السرقة وأما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف بالصدقة عن الزنا. هذا في البخاري ومسلم. إخوة الإيمان، ولقد عظمت عناية الشريعة بالزكاة لعظم نفعها وفصلت ما دق وجل من أحكامها وتكرر في القرآن ذكرها مقرونة بالصلاة أو منفصلة في الذكر عنها وتنوعت الأساليب في الحض عليها والترغيب فيها تارة بالأمر الصريح بأخذها وتارة بالثناء على معطيها وتارة بتوعد المقصر فيها وتارة بتعداد منافعها وثمراتها. فمن تلكم المنافع أن في هذه الصدقات والزكوات تكميل الإيمان وتكميل الإسلام إذ هي أحد أركانه ومبانيه العظام. ومن منافعها أن فيها الاقتداء بالرسل عليهم السلام. قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن عباده المفلحين والذين هم بالزكاة فاعلون. ومن منافعها أن فيها محو الذنوب والخطيئات وما أكثر ذنوبنا وخطيئاتنا. فقد صح في الحديث أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومن منافعها أن فيها مضاعفة الأجور ولو كانت بالشيء اليسير القليل من المال. قال الحق جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من تصدق بعد ثمرة بكسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فصيلا أي جبله الصغير. قال عليه الصلاة والسلام فتربو في كف الرحمن حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. أي والله صدقة كعند التمرة شق تمرة تكون يوم القيامة عند الله أعظم من الجبل في أجرها. ومن منافع هذه الزكوات أن فيها بلوغ الجنات وهي غاية كل مسلم صادق. قال جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. ثم ذكر الله أوصافهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء. وفي هذه الزكاة عباد الله النجاة من أحوال يوم القيامة وكل متصدق في ذل صدقته يوم تبنى الشمس من رؤوس الخلائق في أرض المحشر. وفي الزكاة النجاة من النار وبئس القرار. قال جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وفي الزكاة عباد الله من تحصيل خير الدنيا والآخرة والنجاة من الهلكات والآفات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
على دين الإسلام، فهي ركنه الثالث بعد الصلاة وقبل الصيام. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه عليها مع بيعتهم على دين الإسلام. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. ولعظم منزلتها فقد جاءت بها الشرائع كلها، فلم تفرض على أمة دون غيرها. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عن أنبياء المرسلين: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقد شرعها الله علينا وعلى من قبلنا لعظم نفعها، فهي سبب للسعادة وانشراح الصدر، وسبب للغنى والبركة وبسط الأرزاق، وسبب لتطهير القلوب من الكفر والشح وتطهيرها من الحقد والغل والحسد، وسبب لطهارة المجتمعات ودرء الفواحش والمنكرات، وسبب لمغفرة السيئات وإقالة العثرات، وسبب للنجاة من النار وبلوغ الجنات، وسبب لتنزل الخيرات والبركات ودفع العقوبات والهلكات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة مالهم إلا حبسوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أيها الإخوة، إذا تقرر هذا فإنه من الواجب على كل مسلم صادق مع ربه يحب الله أكثر من حبه الدنيا وحطامها، إذا هو ملك نصابا من أصناف المال الأربعة التي تجب الزكاة فيها، ومر على ملكه له عام هجري، أن يبادر فورا بحساب ما عنده وأن يعجل بإخراجها، وأن تطيب نفسه بإخراجها يخرجها ذلا لله وفرحا واحتسابا لأجرها واعترافا بنعم منعمها. وعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يجتهد ويتحرى مستحقيها وأن لا يحابي بها قريبا أو وجيها. وعلى كل مسلم أن يتعلم أحكامها وأن يسأل أهل العلم عما يشكل من مسائلها، فإنها والله الذي لا إله غيره أمانة، وإنه سوف يسأل يوم القيامة بين يدي ربه عليها. ومن سولت له نفسه منعها فليتب إلى ربه وليقض ما وجب عليه في السنوات التي منعها، وليعلم أن منعها من كبائر الذنوب في ديننا، بل لقد اختلف علماء الملة في كفر مانعها. ولقد جاء من الوعيد في نصوص السنة والقرآن ما تشيب منه مفارق الولدان. يقول الحق جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال في معنى هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم ينظر سبيله إلى الجنة أو إلى النار. قالوا: يا رسول الله فالإبل؟ قال عليه الصلاة والسلام: وما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة وضع لها بضاع قرقر، أي بأرض مستوية، أو غفر ما كانت، أي أسمن ما كانت، لا يفقد منها شيئا، تضعه بأخفافها وتعظه بأفواهها، كلما مر أخراها رد عليه مولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال عليه الصلاة والسلام:
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبان كبير عظيم الحجم طار شعر رأسه من عظم سمنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: له زبيبتان، أي عينان نادرتان خفيفتان. ثم قال: يطوق، أي يلتف حول جسده كالطوق، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم يأخذ بشقيه أي بشفتيه فيقذفهما. هذا الحديث في الصحيحين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أعاذنا الله والمسلمين من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآمن فزعنا يوم البعث والنشور، وجعل هذا المال حجة لنا لا حجة علينا، وطهر الله قلوبنا من الشح والبخل والحرص على الدنيا وحسد إخواننا الأثرياء، وبلغنا الله جناته ومرضاته بفضله ورحمته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.